بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوانا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قرارات كابتن محمود الخطيب وكولر بعد أزمة الشيبي وقبل مباراة الترجي التونسي، وحسام حسن بيعلن ضم محمد الشناوي لمعسكر المنتخب. نروح للنادي الأهلي وقرار الخطيب وكولر قبل مواجهة الترجي التونسي. اتخذ الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بصحبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي قرارا تاريخيا، وذلك قبل مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري ابطال افريقيا. واتفق الثنائي على امر مهم للغاية سوف يوفر مزيدا من التركيز للمباراة المقبلة امام الترجي التونسي، وهو غلق كل الملفات المفتوحة في الفريق وعدم الحديث سوى في المباراة المقبلة من أجل فرض التركيز على الجميع. واشترط كابتن محمود الخطيب على كولر والجهاز المعاون أن يغلق كل الملفات الخاصة بالصفقات الجديدة وعدم الحديث عنها إلا بعد الانتهاء من مباراة الإياب أيضا في استاد القاهرة السبت بعد المقبل. واختار مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب رئيسا لبعثة الفريق المقرر أن تطير إلى تونس من أجل مؤازرة ودعم اللاعبين والشد على المعسكر بالقوة والإجادة الكاملة قبل المواجهة المرتقبة. ووجه كابتن محمود الخطيب بعدم الحديث عن أي أمور أخرى أو حتى التطرق إلى قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي أو التعامل معها، سواء الأمر الخاص بآخر التطورات الخاصة بها أو خلافه. ويركز المدير الفني للنادي الأهلي على ملف المصابين من أجل اختيار التشكيل الأنسب للمباراة المقرر أن تقام على ملعب حمادي العقربي في رادس السبت المقبل في تمام 10 مساء بتوقيت القاهرة. ويستهدف كولر أن يدفع اللاعبين إلى الحماس الكبير وأن يجري المزيد من الآليات الداعمة للفريق الكروي الأول، وأن يذكرهم المجهودات والصعاب التي واجهت الفريق طوال مشواره الكبير في دوري أبطال إفريقيا، وأنها لا يجب أن تضيع بعد كل هذا المجهود القوي. واتفق الجهاز الفني على عدم إثارة أي أمور خارجة عن مباراة الترجي التونسي أو التفكير فيما ينوي فيه الأهلي من قرارات إدارية بشأن الاستعانة بتحكيم أجنبي في المباريات أو غيره. أما كابتن حسام حسن طبعا كان عامل يعني حاجة كده. فحسام حسن بيعلن ضم محمد الشناوي لمعسكر المنتخب في المؤتمر اللي هو كان عامله. أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن ضم محمد الشناوي، وطبعا بعت جواب لمحمد صلاح، وضم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لقائمة الفراعنة استعدادا لمواجهتي غينيا وبوركينا فاسو في تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. وقال حسام حسن خلال جلسة الصحفيين باتحاد الكرة المصري: محمد الشناوي سيكون متواجد معنا في المعسكر المقبل بجانب مصطفى شوبير. وأضاف حسام حسن وقال إن بالطبع حزين على إصابة الحارس محمد أبو جبل وغيابه عن المعسكر المقبل، واستقريت على ضم 4 حراس. وكان مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر قد أكد في تصريحات سابقة للوطن سبورت أن حسام حسن طالب باستخراج تأشيرة سفر إلى غينيا لمحمد الشناوي ليكون ضمن كتيبة الفراعنة في المعسكر المقبل قبل موعد المعسكر المقرر له يوم 27 مايو الجاري. ويستعد منتخب مصر خلال الأيام المقبلة لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة على الترتيب من تصفيات كأس العالم 2026، حيث تقام مباراة مصر وبوركينا فاسو في القاهرة يوم 6 يونيو، بينما تجري مواجهة غينيا بيساو خارج القاهرة يوم 10 يونيو.